كتب عليها. سلام عليك. كل شيء بيتطور يا شيخ منير، كل شيء بيتطور. يعني زمان مثلا كان امير المؤمنين الملا عمر كان ممكن يحكم من غير ما واحد ياخد له صوره فوتوغرافيه ولا قناه تسجل معاه. دلوقتي لا، دوله الخلافه لازم يبقى عندها وزاره اعلام وصحف وقنوات وتواجد قوي على النت كمان. كل شيء بيتطور، وفي ظني ان الفقه والامور الشرعيه كمان لازم تتطور. طبعا، بس في ثوابت. طبعا، بس برضه لازم نتطور. عايزين نبدأ ندور على شباب ليهم علاقة بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة، شباب عندهم إيمان وعلوم حديثة. بلاش نركز على حكاية العلوم الشرعية وبس. تمام يا مولاي. يعني لو شاب مثلا عنده دراية كده بالعلوم الحديثة والتكنولوجيا وعنده لغات، هيبقى أنفع وأهم من شاب تاني أكثر تدينا، بس بشرط يكون الاتنين عندهم الحد الأدنى من الإيمان. بس المهم الإخلاص. إخلاص الشاب المتعلم أهم وأنفع من الشاب قليل العلم. بس قلة العلم بتخلي إقناعهم بالعمليات الاستشهادية أسهل. خلاص، نخلي دول للعمليات الاستشهادية ودول للعمليات اللي تخلينا نكمل الحياة يا شيخ منير. فهمت. ودايما دور على الشاب الغاضب. الغضب وقود، والغضبان تقدر تملاه باللي انت عاوزه. فاهم السر. السر مش هنا، احنا هنا مجرد مركز تدريب. السر هناك يا نمير. فين يا مولاي؟ القاهرة. سر كبير أوي. تحس هناك إنك ملكت الكون يا شيخ نمير. بتحن يا مولاي؟ ما انكرش إن أنا بحن للركوع، وكل ما أحن يجي لي صوت يشبه اليقين يهدي ويطمن ويقول لي هانت يا شيخ رمزي، الوقت قرب وهتخشها زي ما أنت عاوز وحابب. بإذن الله هيحصل، وزي ما أنت عاوز وحابب. تبقى صلاة جامعة في أكبر ميادنا، والملايين يسكتوا وبيركعوا. يا لحظة الواحد يبيع عمره علشانها. قول لي، أخبار العروسة الجديدة إيه؟ بخير. صغيرة والصغيرين دول متعبين. ما تقلقش يا مولاي، أنا بعرف أتعامل مع عقولهم الصغيرة. أتمنى. عايزك مصحصح يا شيخ، عايزك مصحصح. اما انا كان نفسي في حاجه يا نونو، بس الصدقني اللي قلت لك عليها هتقول عليا مجنون. خلاص بقى مش مهم. نونو بكلمك بلاش شغل هذا بقى. لا انا مش طايقاك اساسا، فبلاش نتكلم. ما هو انا لو بعرف اعملها ما كنت عملتها وما جبتش لنفسي الكلام. اللي هي ايه دي؟ البتاع اللي بتعمليها فظيعه دي، مش عارف، هي شبه الكيكه كده وبتبقى زي السفنجه من فوق ومقرمشه. انا بحبها بالموز وانت بتحشيها برتقال بتاعك انت يعني. ما تستعبطش، اكيد شفتها في الفرن. لا، انت عاملاها دلوقتي؟ شفتها صح؟ وانا شفتها كنت هسيبها؟ لا سيبيني عليها بقى، اخش بقى المطبخ واقطع براحتي وفتفت في الارض خليك، انا هجيب لك وهجيب لك معاه شيء. يا حبيبي انت حبيبي. خلاص بقى، مش كده ولا ايه؟ بس يا حبيبي ربنا يخليكي ليا، بس خليه قهوه بقى، قهوه مع الشيء اللي بتعمليه ده، الكيكه الفظيعه دي. يا سلام. ماشي، اللي ما شافهاش قال. اكتر حاجه، لا حاجتين حقيقه بحبهم فيكي: الذكاء البالغ والقلب الابيض. طيب هجيب لك صينيه تاكلها كلها. لا خلاص بقى ما دام صالحتيني، مش مهم اي حاجه تانية. يا سلام. الله، كفايه انا اشوف بقى الضحكه الحلوه دي والوش البشوش. بصي يا حبيبتي، مفيش حاجه ابدا مات من الكيك، لا من كتره ولا من قلته، لكن سجلت حالات لناس ماتت من البوز. انا سامحتك خلاص،
بس الكيكه اتعملت وهتتاكل النهارده كلها. لو انا حبيبتي كده يبقى عقاب. انت عارفه انا ما بحبهاش ابدا بالبرتقال ولا رنج كمان، انا بحبها بالموز. هجيبها لك وهتاكلها تقول لي حلوه قد ايه، وقبه من فوق ولا لا، وطريه من تحت ولا لا. ماشي؟ تمام يا باشا. جوزيني يا ريم. انت بتهددني يا حسن. اتجوزك عادي. حمدك يا رب. مبسوط يا حسن؟ عايش. طب هنتجوز فين؟ عندي في شقتي طبعا. لا طبعا. وعندك لا. خلاص شوف لي مكان. ما نتجوزش عندي ليه؟ عندك بنتك وعندك دوشة وعندك مش ستايلي خالص. أنا بحبك أنت، مش هحبك أنت والزحمة والزلابية والشارع. انا هجيب شقه منين دلوقتي؟ معرفش، أنت الراجل وأنت اللي تتصرف. أنا ما عنديش مانع إطلاقا إنك تشوف لنا شقة صغيرة على قدنا، بس تكون في مكان لطيف. وما عنديش العقد دي إن أنا ممكن أساعد يعني شوية، بس أنا عارفة إنك معقد وهتقولي بصوت عالي لا أنا الراجل وما ينفعش، صح؟ من غير صوت عالي ولا حاجه، بس ايوه انا الراجل وانا المسؤول. خلاص اتصرف وشوف لنا مكان. إن شاء الله تشوف لنا استوديو صغير كده على قدنا، يبقى لطيف برضه. مش مشكله، بس انا حياتي كلها في السيده، مرتبط بالمكان بالميدان والجامع والقهوه. نشوف حاجه فيه. في السيدة. خلاص شوف لنا روف يا حسن وأنا أخليهولك تحفة. روف؟ أيوة روف، يعني سطح، سطوح، انتوا بتسموه كده علشان نطير يا حسن. اخبار ابو معاذ ايه؟ مجلس الشورى حكم بمخالفته. والحكم؟ بيد مولانا، اما العفو او العقاب. العفو طبعا، ويخير يا اما يرحل يا اما يفضل معانا. ونختار الرحيل. براحته. ولو انتم موافقين ان هو يرحل بكل اللي يعرفه عننا انا موافق. حضرتك حكمت عليه بالعفو، هنحكم عليه بأي صفة لو اختار الرحيل. مش احنا، هم اللي هيحكموا عليه اول ما يوصلوا. الانشقاق والاستقلال بالخلافة ده امر خاص بينا لم يعلم بعد، وعلاقتنا بالمتنافسين علاقة في ظاهرها الود والرحمة، وده بقى يسمح لنا ان احنا نطلب منهم يستقبلوه احسن استقبال. وبعد ما يقيموا عليه الحد من حقنا نطلع نقول ان هم خانوا العهد وقتلوا راجل من اخلص